السلام عليكم، شلونكم؟ اليوم هو اليوم الثالث من دورة الحلويات الشعبية، وطبعا من المقادير عرفتوا شنو بنسوي اليوم. فإن شاء الله اليوم بنسوي الحلوى البحرينية. مقاديرها سهلة وتقدرون تسوونها في البيت بكل سهولة. فخلنا نبتدي بالمقادير الحين. بستخدم نص كوب من الماء الورد، ونص كوب من الزيت، ونص كوب من النشا، ونص ملعقة طعام من الهيل، وملعقة شاي من الزعفران. بستخدم كمية من المكسرات، الكمية اللي انتوا تحبونها. في ناس تحب كمية قليلة، وفي ناس كلش ما تحب مكسرات في الحلوى، فعلى راحتكم. بحتاج نقطتين من اللون الأحمر، أنا بستخدم الجل، هاي المتوفر عندي. بس إذا عندكم السائل حطوا ملعقة شاي من اللون الأحمر السائل. بستخدم كوب ونص من السكر، إذا انتوا تحبونه حالي ضيفوا كوبين إلا ربع من السكر. وبستخدم كوب من الماء البارد وكوبين من الماء الحار. نبتدي الحين بالطريقة. أول شيء حطيت الشكر داخل الصفرية، وأقصر على الجولة، وأحاول إني أنا أذوب الشكر. على ما يذوب الشكر حطيت النشا في ملة، وأحط عليه ماي بارد اللي هو كوب، وبخلطه. في ملة ثانية حطيت اللون، بضيف الحين الزيت مع الماي ورد والهيل والزعفران. وهذا السكر عقب ما ذاب عندي بضيف عليه الحين كوبين من الماء الحار، وبحركه بسرعة. حطيت الماء الحار واستمر في التحريك لما يذوب السكر في الماء زي ما زين. الحين بضيف عليه النشا اللي ذوبته مع الماء البارد، ونستمر في التحريك. قبل ما حطيت النشا شوفوا تغير لونه وصار يامج. استمر في التحريك. الحين بحط عليه الماء ورد والزيت مع الهيل والزعفران واللون، ونخلط. وحين استمر في التحريك تقريبا كذي ربع ساعة. كل ما حركتوا فيها كل ما عطتكم نتيجة حلوة. إذا تبون الحلوة تمقط ضيفوا ربع كوب زيت إضافي إذا تبونها ممقطة. نفس ما قلت لكم استمر في التحريك. الحين بضيف المكسرات. وهذه شكلها بعد ما حطيت المكسرات تقريبا استوت. شوفوها شلون. وجهزنا من الحلوى البحرينية من دورة الحلويات الشعبية.